هل حصل معاك قبل كده وحسيت إن كل حاجة اشتغلت عليها راحت في الفاضي؟ إنك جربت وفشلت وبقيت تشك في نفسك وفي قدراتك؟ الفشل مش نهاية الطريق، بالعكس هو البداية الحقيقية للنجاح. كل الناجحين اللي بنشوفهم دلوقتي عدوا بنفس اللي انت فيه، بس الفرق إنهم عرفوا يقوموا تاني. النهاردة هنتكلم عن إزاي تتعافى من الفشل وتحول الألم والوجع لقوة وتبني نفسك من جديد بخطوات عملية ومتجربة. خلينا نبدأ على طول علشان ما نضيعش وقت. أول حاجة خلينا نجاوب على سؤال ليه الفشل بيوجع أوي كده. أنا هقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها، الفشل مش بيأثر على خططك، هو بيمس هويتك وثقتك في نفسك. لما تفشل في مشروع أو علاقة أو هدف كنت حاطط فيه كل طاقتك، عقلك بيبدأ يحكي قصص سلبية: أنا مش كفاية، أنا مش قدها، الناس كانت صح لما شكت فيا. علم النفس بيقول إن الفشل بيشتغل على نفس مراكز الألم في المخ زي الألم الجسدي. الدراسات أثبتت إن الرفض والفشل بينشطوا نفس المناطق في الدماغ اللي بتحس بالوجع. يعني الوجع مش في خيالك، لا ده الوجع حقيقي فعلا. المشكلة الأكبر إن معظم الناس بتتعامل مع الفشل بطريقتين والاتنين غلط. الطريقة الأولى الإنكار، بيفضل يقول لنفسه مش مهم، أنا أصلا ما كنتش عايز من الأول، وده بيمنعك إنك تتعلم. والطريقة التانية الانهيار بالكامل، يفضل يقول لنفسه أنا فاشل في كل حاجة، وده بيدمر ثقته بنفسه. الحل الصح تعترف بالألم، تفهم إنه طبيعي، وتبدأ تتعامل معاه بوعي. هحاول أشرح لكم شوية أمثلة حقيقية تفهمك المعنى بشكل واضح. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راح للطائف يدعو الناس للإسلام، فرفضوه بشدة وضربوه بالحجارة حتى نزف، لكن رده كان دعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. منهارش ولا أنكر الألم، بس كمل المسيرة. بعدها بسنين نفس المدينة دي دخلت الإسلام. وعندك مايكل جوردن، أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ، قال فشلت مرارا وتكرارا في حياتي ولهذا السبب نجحت. وهنا بيوضح لنا ان نستخدم الفشل كوقود. الخلاصة: الفشل بيوجع لانه حقيقي، لكن الألم ده مش علامة ضعف، هو علامة انك حاولت، والمحاولة هي اول خطوة للنجاح. عندنا مجموعة من الخطوات اللي لازم تعملها علشان تتعافى بشكل كامل. الخطوة الأولى: اعترف بالفشل وحدد المشكلة. معظم الناس بتهرب من مواجهة الفشل، بنلوم الظروف والناس والحظ، أي حاجة غير نفسنا. اقعد مع نفسك واسأل نفسك 3 أسئلة، ويا ريت لو تجيب ورقة وتبدأ تكتب، علشان لما بتكتب هتظهر بشكل واضح وهيكون سهل عليك تعرف السبب. أول سؤال: إيه اللي حصل بالظبط؟ حاول توصف اللي حصل بشكل منطقي وبدون أحكام، خليك واقعي شوية. السؤال التاني: ايه دور انا في اللي حصل؟ حاول تجاوب وتشوف ايه المسؤولية الشخصية اللي كانت عليه. السؤال التالت: ايه الدرس اللي اقدر اتعلمه؟ شوف ايه القيمة المستقبلية اللي اتعلمتها من اللي حصل. عندك مثال واقعي على الكلام ده؟ عندك جاك ما، مؤسس علي بابا واغنى راجل في الصين، اترفض من 30 وظيفة، حتى شركة KFC رفضته لما تقدم لهم، لكن بدل ما يستسلم سأل نفسه هما ليه بيرفضوني؟ اكتشف انه محتاج يطور مهاراته في التكنولوجيا والإنترنت، راح اتعلم وبنى إمبراطورية بمليارات الدولارات. ومن علم النفس، الدكتورة كارول دويك أستاذة علم النفس في ستانفورد أثبتت في أبحاثها إن الناس اللي عندها عقلية النمو، يعني بيشوفوا الفشل كفرصة للتعلم مش حكم نهائي، بيحققوا نجاح أكبر على المدى الطويل. خلينا أبدأ معاك بتمرين عملي. خد ورقة وقلم دلوقتي واكتب فشلت فيه، واكتب الحاجة اللي انت فشلت فيها. اتعلمت ايه؟ واكتب الحاجة اللي انت اتعلمتها من الفشل ده. تالت حاجة: المرة الجاية هعمل، واكتب الحاجة اللي انت هتعملها. الكتابة بتخرج الأفكار من دماغك وبتخليك تشوفها بموضوعية أكتر وبشكل أوضح. المشكلة الخطيرة لما تربط قيمتك الشخصية بنجاحك أو فشلك. أي فشل بيحطمك، بتبقى شايف نفسك فاشل في العموم، مش شخص فاشل في المحاولة دي. الفرق هنا كبير. كلمة أنا فاشل ده حكم دايم ومدمر ليك شخصيا، لكن لما تقول أنا فشلت في المحاولة دي، ده وصف للموقف، حاجة مؤقتة وقابلة للتغيير. هقول لكم على تمرين عملي: كل ما تلاقي نفسك بتقول أنا فاشل، صححها فورا، قول أنا فشلت في كذا وهتعلم منها. السر اللي الناجحين كلهم عارفينه تقريبا هو إن الفشل مش عقبة، بالعكس هو الوقود اللي بيحركك.
كل ألم بتحس بيه ممكن يتحول لطاقة تدفعك لقدام. هتقولي طب ازاي؟ أول حاجة، استخدم الغضب الإيجابي. مايكل جوردن كان بيستخدم أي إهانة أو رفض كدفاع. لما قالوله مش هتنجح كان بيقول لنفسه هوريكم. اعمل قائمة للانتقام، اكتب كل الأهداف اللي عايز تحققها علشان تثبت لنفسك مش للناس إنك قادر. خلي الفشل يكون نقطة البداية مش النهاية. تخيل نفسك بعد سنة لو كملت وقمت من الفشل ده هتكون فين؟ ايه اللي هتحس بيه؟ التخيل الإيجابي بيحفز المخ ويخليك تتحرك. عندك سيلفستر ستالون بطل فيلم روكي، كان مفلس تماما ومتشرد، اترفض في أكتر من 1500 أوديشن للتمثيل. وصل لمرحلة إن هو باع كلبه الوحيد اللي كان بيحبه ب$25 علشان يقدر ياكل، لكن كل لأ اتقالت له كانت بتزود إصراره. كتب سيناريو روكي في 3 أيام، ولما عرضوا عليه يبيعه ب$300,000 بشرط ما يمثلش فيه رفض. قال أنا عايز أمثل الدور ده حتى لو ما خدتش فلوس. وافقوا في الآخر، والفيلم كسب أوسكار أحسن فيلم وبقى من أشهر الأفلام في التاريخ. وهنروح بعيد ليه؟ عندي صاحب اسمه عادل كان بيحلم يفتح مشروع كافيه صغير. جمع فلوس من شغله لمدة 3 سنين تقريبا، واستلف من أهله وفتح المحل. بعد 8 شهور المشروع فشل وقفل، خسر كل فلوسه ودخل في ديون كتير. قعد شهرين في البيت مكتئب، حاسس انه خذل نفسه وخذل أهله وكل الناس اللي وثقت فيه وادت له الفلوس. لكن في يوم قرر يستخدم الألم ده كدفاع. قال لنفسه أنا فشلت لأني ما كنتش فاهم السوق كويس. راح اشتغل في كافيهات تانية كموظف عشان يتعلم الصنعة من جوه. اتعلم إدارة ومحاسبة، اتعامل مع الزباين، كل حاجة، اتعلم كل حاجة تقريبا. بعد سنتين فتح مشروع تاني، بس المرة دي بخبرة وعلم. دلوقتي ما شاء الله عنده 3 فروع ناجحين. قال لي الفشل الأولاني اللي أنا حسيت بيه ده يعتبر كان أحسن حاجة حصلت، لأنه علمني أبقى محترف مش بس بحلم وخلاص. حاول تخليها عادة عندك، كل يوم اكتب جملة واحدة، الفشل ده علمني كذا، واكتب الحاجة اللي علمها لك ويخليني أقوى في كذا، واكتب الحاجة اللي هيخليك أقوى فيها. حط دايما الكلام ده في دماغك، هو ده اللي هيوصلك وهيطورك وهيعلمك ويخليك تقدر توصل لحلمك بشكل أسرع. وفي نفس الوقت مفيش حاجة هتأثر فيك ولا هتحرمك إنك توصل لحلمك. الغلطة اللي تقريبا الكل بيقع فيها بعد الفشل، معظم الناس بتعمل حاجة واحدة من الاتنين دول، تعيد نفس المحاولة بنفس الطريقة وبتتوقع نتيجة مختلفة. يا إما تستسلم تماما وتسيب الهدف، إنما عندك بقى الطريقة الصح. أول حاجة، حلل إيه اللي نجح وإيه اللي فشل. مش كل حاجة كانت غلط، في حاجات اشتغلت كويس ركز عليها وطورها. تاني حاجة، اطلب المساعدة. الكبرياء بيمنع ناس كتير من طلب المساعدة، لكن كل الناجحين عندهم مرشدين ومستشارين. تالت حاجة، ابدأ صغير. بدل ما تحاول تحقق الهدف الكبير مرة واحدة، قسمه لخطوات صغيرة. كل خطوة صغيرة بتبني ثقتك من تاني. ستيف جوبز اتطرد من شركة أبل اللي هو أسسها سنة 1985. كان ممكن يستسلم، لكن بنى شركتين جداد، بيكسار ونيكست، واتعلم من أخطائه وطور مهاراته القيادية. لما رجع لأبل سنة 1997 كان شخص مختلف تماما، كان أكتر حكمة وخبرة، وحول أبل من شركة على وشك الإفلاس لأغلى شركة في العالم. وعندك من قصص الصحابة، الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه خسر في معركة مؤتة، أول معركة ليه كقائد مسلم، لكن ما استسلمش. حلل أخطائه، اتعلم من تجربته، وبقى بعدها سيف الله المسلول اللي ما اتهزمش في أي معركة. هقولك على خطة عملية من الحاجات اللي فرقت معايا. إني لما كنت بفشل في حاجة كنت برجع أعملها تاني لكن بشكل مختلف، وكنت بعتمد على ناس عندها خبرة أتعلم وأفهم منهم أكتر، وكنت بقسم أي حاجة لحاجات صغيرة علشان أقدر أخلصها من غير ما أحس إن الموضوع صعب أو طريق طويل. الحقيقة المهملة اللي محدش بيركز عليها هي إن الفشل بيستنزف طاقتك النفسية والجسدية، ولو ما اهتمتش بنفسك مش هتقدر تقوم تاني. الأساسيات اللي لازم تهتم بيها، عندك النوم. الدراسات أثبتت إن قلة النوم بتزود التفكير السلبي بنسبة 60%. خليك حريص دايما على إنك تنام من 7 ل 8 ساعات في اليوم. تاني حاجة، الحركة. الرياضة بتفرز هرمونات السعادة. على الأقل خالص 20 دقيقة مشي في اليوم هيحسن مزاجك بشكل ملحوظ وهيخليك فعلا تتغير. تالت حاجة، التغذية. الأكل الصحي بيأثر على مزاجك وطاقتك. تجنب السكريات الزايدة والوجبات السريعة، كل ده هيحسن من صحتك النفسية. رابع حاجة هي التواصل الاجتماعي.
اتكلم مع حد بتثق فيه. العزلة بتزود من الاكتئاب، واثبت علميا انه من اقوى عوامل التعافي. تذكير مهم: طلب المساعدة المهنية هو معالج نفسي، مش عيب ولا ضعف. لو حسيت ان الفشل أثر عليك بشكل كبير ومستمر، اطلب مساعدة متخصص. الحقيقة الأخيرة: التعافي من الفشل مش معناه انك تنسى اللي حصل، معناه انك تستخدمه كأساس تبني عليه نسخة أحسن من نفسك. الخطوات الأخيرة: احتفل بالتقدم الصغير. كل خطوة صغيرة لقدام تستاهل تحتفل بيها، ده بيعيد بناء ثقتك بنفسك تدريجيا. تاني حاجة: غير السردية. بدل ما تحكي قصتك على انها قصة فشل، احكيها على انها قصة تعلم ونمو. الطريقة اللي بتحكي بيها قصتك بتأثر على هويتك وعلى شخصيتك. تالت حاجة، نصيحة مني ليك: حاول تساعد حد تاني. لما تساعد حد عدى بنفس تجربتك، ده بيديك إحساس بالقيمة والهدف، وبيخليك تشوف قد إيه أنت كبرت من التجربة. في القرآن الكريم قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. الآية دي اتكررت مرتين في سورة الشرح. ربنا بيوعدنا إن بعد كل صعوبة في فرج، لكن لازم نصبر ونكمل. الفشل مش نهاية رحلتك، هو بداية فصل جديد. كل الناجحين اللي اتكلمنا عنهم النهاردة كلهم فشلوا بشكل مدمر قبل ما ينجحوا. الفرق الوحيد إنهم ما استسلموش. نصيحتي ليك في ال 24 ساعة اللي جاية: اعمل خطوة واحدة صغيرة في هدفك. مش لازم تكون خطوة كبيرة، ممكن تكون كتابة خطة على ورقة، أي حاجة بسيطة. افتكر دايما أنت مش فاشل، أنت إنسان شجاع حاول، وده في حد ذاته نجاح. لما تقوم من الفشل ده مش علامة قوة بس، بالعكس ده علامة على حكمة ونضج. انت كده كبرت فعلا. تقريبا انا لحد هنا اكون خلصت كل حاجة. في نهاية الفيديو لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. ولو عندك تجربة فشل قدرت تتعافى منها شاركها في الكومنتات، ممكن تكون إلهام لحد تاني. رسالتي ليه: استمر يا صديقي، النجاح قريب. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.